ليلى فوزي وأنور وجدي، قصة حب نهايتها الموت. مرت علاقة الفنان أنور وجدي وفيرجينيا السينما المصرية ليلى فوزي بالكثير من المراحل من حب وحزن وألم وفراق سببه الموت، وكانت أشهر قصة حب درامية مرت على الوسط الفني. بدأت العلاقة عندما كانت ليلى فوزي عمرها 16 عاماً تمثل في فيلم من الجاني، ووقع أنور وجدي في غرامها، ولكنه لم يصرح لها لأن والدها كان دائماً بصحبتها، كان ينظر إليها طويلاً ويشيد بأدائها بشكل دائم ويهتم بكل ما يمت لها بصلة. وذهب أنور ذات يوم لوالدها لطلب يدها منه، لكن والدها قال له: ابنتي ليست للزواج. وقرر وجدي إلحاحه على والدها، ولكن الرد كان أنها صغيرة في السن، ورد عليه أنور: أنا لا أريد الزواج منها الآن، إنما بعد 2 أو 3. فاضطر والدها لأن يتحدث معه بقسوة، وقال له: أنا لن أزوجك ابنتي أبدا، فأنا أسمع عنك أنك لعبي بتاع ستات وكل شوية مع واحدة، وابنتي صغيرة لن يصلح معها ذلك. وقتها غضب أنور وجدي ورحل. وتزوجت ليلى من شخص يكبرها ب30 عاما، وهو الفنان عزيز عثمان، ولكن سرعان ما جرى طلاقهما، والتقت بأنور وجدي مرة أخرى عام 1954 لتصوير فيلم خطف مراتي، وهنا طلب منها أن تسافر معه في رحلة علاجه إلى فرنسا، فوافقت، وبمجرد وصولهما إلى باريس تم زواجهما هناك عام 1954، ولكن الزواج لم يدم سوى 4 أشهر، حيث اشتد المرض على أنور وجدي وسافر إلى السويد للعلاج. ورغم اشتداد المرض على أنور وجدي، إلا أن ليلى تمسكت بالأمل في إنهاء علاجه وشفائه، وانقطعت عن العمل وعن الجميع، ومنع الأطباء دخول أي أحد عليه، فوضعت كرسيا خارج غرفته لتجلس وتنام عليه. وصرحت ليلى فوزي خلال لقاء معها قائلة: الأطباء المصريون قلقوا جدا على أنور وجدي، وشعروا أنه يعيش أيامه الأخيرة، لكنهم أيضا تمسكوا بالأمل في علاجه، فأجروا اتصالات واسعة بأوروبا، وعرفوا بوجود طبيب في السويد اخترع جهاز غسيل الكلى، وكان الجهاز الجديد الموجود في السويد هو الأول من نوعه في العالم. أجرى الأطباء جراحة دقيقة لأنور وجدي، ولكنها لم تفلح في إنقاذه، فقد تدهورت حالته، وتأكد الأطباء أنه لا أمل في شفائه حتى بمساعدة الكلية الصناعية. فقد بصره وساءت حالته لترجع به جثة هامدة. ولم يعرف أحد سوى ليلى فوزي أن أنور وجدي أصيب بالعمى بعد 3 أيام من وصوله إلى ستوكهولم، وهو يرقد على فراش المرض، وقضى أيامه الأخيرة في الحياة في شبه غيبوبة، ورغم ذلك لم يكن يتصور أنه سيموت بعيدا عن الوطن. وعن تلك اللحظة التي كانت من أصعب اللحظات في حياة ليلى قالت: كانت من أصعب الساعات في حياتي على الإطلاق أن أعود على طائرة واحدة مع أنور وجدي وهو جثة، وعشت في انهيار تام، فالرجل الذي أحبني وأحببته مات. عندما امتدت يدي لتمسك يده وهو يحتضر، وهمست له: أنا هنا. فرد أنور:
حاسس إن دلوقتي أول مرة أحب بجد. ويرحل أنور وجدي عن الحياة التي أحبها، ولم يتبقى منه سوى نعش تصطحبه معها ليلى فوزي في رحلة حزينة إلى القاهرة ليشيع الآلاف من معجبيه جثمانه.